السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر شعبان. عاد عليكم بالخير يا رب العالمين، وبلغكم رمضان على خير، ويرزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم امين يا رب العالمين. النهارده هنتكلم عن رؤية البسلة في المنام. رؤية البسلة يا جماعة من أجمل الرؤى، دي دل على الخير الكتير والرزق وفلوس كتير جدا، لأن البسلة من جواها كلها حبوب، فلما بتفصصيها كده بيطلع بتخرجي منها حبوب كتير، فده بتبقى دليل على فلوس كتير وخير كتير جدا. بالنسبة للست المتزوجة، لو شافت نفسها ان هي معاها بسلة او شارية بسلة او جايبة بسلة من الارض، ده خير داخل عليكي. ولو عندك طالب في دراسة نجاح وهيبقى جايب مجموع كبير بقدر البسلة اللي جوه الغلاف بتاعها، بيبقى حاجة انت ما تعلميش بكم في جوه البسلة، فده بيبقى مجموع كبير جدا، وبيبقى رزق جايلك ورزق كبير. بالنسبة لو شفتي في الأرض مزروعة البسلة، ده خير. بالنسبة للفلاح، لو شاف ان هو زرع البسلة وبيزرع البسلة، ده هيبقى رزق من التجارة اللي هيبقى عايد عليه، هيبيع البسلة، ده رزق حلل عليه ورزق كبير. للرجل خير ورزق، رؤية البسلة للرجل في المنام خير ورزق كبير وفلوس كتير جدا. لو هو مقدم على سفر، بيبقى السفر دون هيجيله وهيبقى فيه رزق كبير وخير جايله من ورا السفر ده. بالنسبة للبنت العزباء، لو شافت البسلة في المنام او الميت بيديها بسلة، تعرف على طول ان دي خطوبة او زواج لها قريب جدا، بكثرة البسلة اللي هي واخداها، بكثرة الرزق. الشخص اللي هي تتجوزه ده او هتتخطب له هيبقى رزقه كبير ورزقه واسع. بالنسبة للست الحامل، لو شافت نفسها ان هي بتاكل بسلة او بتجمع بسلة، ربنا يكرمها ببنت، وبنت هتبقى جميلة جدا، لان رؤية البسلة دل على ان المولود هيبقى انثى بنت. فدي رؤية. لو طالب شاف نفسه بياكل بسلة او جايب بسلة من غير مطبوخة، بسلة خضرة، فده بيبقى رزق ورزق كبير عايد عليه جدا. في رؤية البسلة دي يا جماعة، حتى لو ست متزوجة وزوجها جايب لها بسلة، ده بيبقى داخل عليها بخير ورزق ومودة ورحمة بينهم وهدوء بينهم. رؤية البسلة يا جماعة الغير محمودة، لما تشوفي نفسك في المنام بتاكليها برز، ده بيبقى هم ومشاكل وغم أعزكم الله. لما تشوفي البسلة مطبوخة وبتاكليها برز، انما لو انت بتطبخي البسلة وفيها لحمة وفيها فراخ، ده بيبقى خير ورزق انت هتاكلي منه وعايد عليكي. اما لو شفتي او شفت ان انت بتاكل حتة البسلة على الرز وبتاكلها، ده هم ونكد وتعب ومشاكل. طيب لو مريض، لو حد في المنزل تعبان وشاف ان هو بياكل بسلة خضرة او ماسك بسلة خضرة في ايديه، او حد داخل عليه بسلة، شفى الله وعافاه من هذا التعب. فرؤية البسلة الخضراء يا جماعة من الرؤى الجميلة، رزق وخير وسعد داخل عليكم، وسماع أخبار سعيدة، إن كان خطوبة أو زواج أو نجاح أو ورث أو سفر. رؤية البسلة من الرؤى المستحبة جدا، والله أعلى وأعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.